قناة المهدي قادم تقدم عمر المهدي ومدة حكمه. المهدي يملك 40 عاما، لا 7 ولا 9. إن مدة ملك المهدي واستقرار عرشه العالمي فيه روايات كثيرة، لكن أقرب الروايات للصحة والمنظور والعقل هي الرواية التي تقول المهدي يملك 40 سنة. يقول العلامة ابن حجر المكي يملك المهدي 7 سنين. هذه أكثر الروايات وأشهرها. ووردت روايات كثيرة أخرى تخالف هذا، منها 19 سنة، ومنها 20 سنة، ومنها 30 سنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لطول الله تلك الليلة حتى يملك رجل من أهل بيتي يقسم المال بالسوية ويجعل الغناء في قلوب هذه الأمة، فيمكث 7 أو 9، ثم لا خير في عيش الحياة بعد المهدي. أخرجه أبو نعيم بإسناد حسن. وعن دينار بن دينار قال: بقاء المهدي 40 سنة. ويبدو أن الإمام البرزنجي صاحب الكتاب الإشاعة في علامات الساعة الشهير يميل إلى أن المهدي سيمكث 40 سنة، ويدلل على ذلك بعدة وجوه. الأول أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر أمته وخصوصا أهل بيته ببشارات، وإن الله يعوضهم عن الظلم والجور قسطا وعدلا، واللائق بكرم الله أن يكون مدة العدل قدر ما ينسون فيه الظلم والفتن، وال7 وال9 أقل من ذلك. والثاني أن المهدي يفتح الدنيا كلها كما فتح هذا القرنين، ويدخل جميع الآفاق كما في بعض الروايات، ويبني المساجد في سائر البلدان، ويحل بيت المقدس، وهذا يقتضي مدة طويلة. والثالث ورد أن الأعمار تطول في زمنه، وطولها مستلزم لطول عمره. واتسع من السنوات وما دون ليس من الطول في شيء، لا سيما أن مهادنته للروم تستغرق 9 سنين، ثم يفتح القسطنطينية والهند وسائر البلدان، وهذا كله يقتضي طول مدته، والله أعلم. ويرى البرزنجي رؤية أخرى هي احتمالية أن يكون 7 أو 9 من خلافة المهدي التي وردت في الأحاديث، هي تخصيص من الكل على أنها تكون إشارة لمعاصرته هذه السنوات زمن عيسى عليه السلام، وذلك لأن المهدي يسبق نزول عيسى بأكثر من 30 سنة، وعيسى عليه السلام يتأخر عنه 37، وذلك لما ورد في المهدي أنه يمكث 40، فمدة اجتماعهما 7 أو 9 سنين. وإن أغلب الآراء تكون في هذا الاتجاه، خاصة وأن حذيفة بن اليمان الذي كان مشهورا بأنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رواية طويلة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء في آخرها: فيمكث 40 سنة، ويقصد المهدي. وكذلك قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه: ينزل خليفة من بني هاشم ببيت المقدس، يبني بيت المقدس بناء لم يبن مثله، يملك 40 سنة، تكون هدنة الروم في يديه في 9 سنين بقين من خلافته، وهو رأي سيدنا علي بن أبي طالب ودينار بن دينار
رضي الله عنهما. لذلك فإن المهدي عليه السلام يعيش منذ مولده فوق 70 عاما أو فوق 80، ثم يطيب الأرض بجسده الطيب. وقد وجدت في مخطوطة عبارة عن وريقات معدودات عنوانها 40 سنة مملكة ذي القرنين الثاني، وهو العالم اسمه شكر الله أبو الحسن التونسي. جاء فيها: المهدي شبيهه في القرآن ذو القرنين في سورة الكهف، فهو ذو القرنين الثاني، وهو خير من ذي القرنين الأول، ومملكته أعظم إذ له سيف، أينما رفعه سقطت له الممالك مذعنة، وتخر له الجبابرة عنوة، ويقهر كل مكان يريد قهره بأمر الله، ويتجلى فيه حب الله للعبد، إذ كان ربانيا يجمع الله له أهل المشرق وأهل المغرب. أما مخطوطة العارف بالله الشيخ عبد الكريم ابن إبراهيم الجيلي والمعنونة الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل بأن المهدي يملك 40 سنة، قال: ما نصه؟ ومن أشراط الساعة خروج المهدي عليه السلام، وأن يعدل في الأنام 40 سنة، وأن تكون أيامه خضراء ولياليه زهراء، يخصب فيها الزرع، ويكون الناس في أمان مشتغلين بعبادة الرحمن. فكذلك الساعة الصغرى من شروط قيامها في الإنسان خروج المهدي، وهو صاحب المقام المحمدي ذو الاعتدال، وأن تكون دولته 40 عاما بغير جحود